أهلا. ده فيديو جديد يعني من سلسلة فضفضة، هو السلسلة اللي احنا أو اللي أنا بتكلم فيها براحتي بدون أي مونتاج بدون أي حاجة، لأني بتكلم فيها أولا مع نفسي بس، مش مهم أي حاجة تانية، مش مهم أصلا حد يتفرج على الفيديوهات دي. ولو أنا رافعها على يوتيوب فأنا رافعها علشان بس تخزين مجاني، يعني احطها بس على سيرفر وتنزل مجاني وتبقى في يوتيوب على الانترنت بشكل ما يعني. بس يعني وده ما يمنعش ان لو حد اتفرج عليها عادي، يمكن حد يستفيد منها بحاجة، يمكن تبقى حاجة حد يستفيد منها فتبقى عمل صالح ليا بعد مماتي او الكلام ده كله يعني ان شاء الله. بس والفكرة النهاردة هو حتة كنت سمعتها من الدكتور عبد الله العلاوي، بيقول إن بعض المهارات آه، إنك بس تخليها مش ما تكسبش منها فلوس. بس هو بعض المهارات تظهر، بعض المهارات التي يجب ألا نكسب منها المال، بس إن هي تظهر في حتة في خانة كده اللي هي الهوايات، أو في خانة إن هو خلاص عادي مش هنجيب منها فلوس، بس أنا بعملها عشان أنا بحبها، أنا بعملها عشان أنا عايز أعملها، مش عشان هجيب منها فلوس أو هي مصدر دخل. وده ما يمنعش يعني إن هي تكون مصدر من مصادر الدخل، بس اللي هي لو وقع مش هتأثر معاك. بس لكن الحقيقة إني كل مرة بصور فيها فيديو اليوتيوب أو بصور فيها فيديو بكون عايز أعمله اللي هو أخليها حاجة تجيب لي مصدر دخل بعد كده، إن هو منتج، أبين إن أنا بعرف منتج، أبين إن أنا بعمل كذا، أبين إن أنا بعمل كذا. وكنت بفكر أكلم حد يعني هو بيعمل فيديوهات، فأقول له مثلا أعمل لك فيديو مجاني كامل وأمنتجهولك كل حاجة، ولو عجبك بعد كده ابقى نعمل نشتغل بفلوس، ما عجبكش خلاص، ما عجبكش قول لي العيوب اللي فيه وانا اصلحها لك وخدوله فور فري وبس. شكرا. يعني ايه؟ منها انا كسبت فيديو في ماي بورتفوليو، منها هو لو جه يفكر في حد يعمله منتشر بعد كده عشان ياخد يديله فلوس هيفكر في ايه. ولكن مش عايز اعملها، حابب اكتر ان هو انزل شغل على ارض الواقع، بس حتى لو اجر ضعيف مقارنة بالأجور اللي بتدفع في الحاجات السوشيال ميديا والكلام ده. وخصوصا على إني أنت محتاج شوية مهارات لازم تتعلمها، يعني بعيدا عن الكلام ده. فالمهارات دي يا إما تتعلمها في كورسات، يا إما تتعلمها في واقع أليم في الحياة العملية في شغلك، فممكن يتقسم لك فيها، أو تتعلمها بحاجة تجربة. فليه لأ؟ ليه ما نتعلمها بتجربة؟ وهي مثلا مهارات زي مهارات التعامل، مهارات التفاوض، الكلام ده كله. فلما تنزل شغل غصب عنك هتتعلم المهارات دي، هتتعلم ازاي تتعامل مع كلاينت، هتتعلم ازاي تتعامل مع صاحبك، هتتعلم ازاي تتعامل مع مديرك، هتتعلم ازاي تعمل كذا كذا وكذا. وده اللي أنا بفكر فيه دلوقتي يعني. مش عارف يعني، في حاجات كتير مش عارف اعملها، مش عارف بفكر فيها وحياتي اصلا متشقلبه من بعد ما خلصت امتحانات. يعني تحس ان هو في سويتش كده، من يوم ما خلصت هو الدنيا قلبت. يعني ايه؟ طبيعي ان انا كنت باجي بنام على الساعة 10 11 كده، 12 واحدة بالكتير وبصحى الصبح. هو دلوقتي انا نايم طول اليوم، ما صحيتش غير الساعة 6 المغرب، دلوقتي الساعة 2 بالليل. يعني مش هنام لاني لسه شربان قهوة، يعني حاجة جميلة برضه لسه عاملها. ف يعني مش عارف بجد. من الحاجات اللي تذكر ان انا امبارح عايز اعمل سلسلة وبصور فيديو للكتاب ده زاد، اللي هو في سلسلة اللي هي فضفضة، بس الفضفضة دي أنا بفضل بتكلم عن كتب، كتاب أنا قريته، كتاب مثلا متفق مع أفكاري فيه، مش متفق مع أفكاري فيه، في إيه المشكلة معانا فيه، كذا في كذا في كذا. ف يعني دي حاجات
فالفيديو ده يعني بعد ما صورته، هو طبعا الموبايل كان هيفصل فيه فقطع، فحطيته على الشاحن فصور دقيقة وقطع. اللي هو ايه، تحس ان الدنيا كده مش هتتك. فقلت ايه خلاص، يعني ايه مش فارقة. اللي هو كان اصلا كانت اخر دقيقتين دول مش كتير، فانا ممكن اعملهم اركبهم جنب بعض وخلاص، يعني زي ما انا بعدل الوان الفيديو والكلام ده. بس كانت ايدي بتاكلني ان انا، او عقلي بياكلني، او جسمي كله بياكلني ان انا اجيب الكتاب ده، اكتب لي سكريبت او اي حاجه مش زي الكتاب، يعني زي الحاجه السلسله دي، اكتب لها سكريبت ومنتجها واعملها كامله سلسله فيديوهات بكواليتي عالي قوي بتاع، يعني وتصوير بقى وحركات يعني. بس مش عارف، حاسس ان هو ايه، انا هصعب الدنيا على نفسي. حاسس ان الدنيا يعني كل مدى وعايز اصعب على نفسي كل مدى. انا البتاع ده، انا دلوقتي بقيت قاعد قدام الكاميرا عادي بتكلم بكل اريحيه، لكن لما ببقى كاتب سكريبت ببقى في دماغي حاجات معينة كده في التصوير، بحس كده اللي هو ايه ده، في ايه، اللي هو يعني مش حاسس ان انا مش حاسس ان انا مصطنع، ان انا شخص غير الشخص اللي موجود. يعني دلوقتي انا واخد حريتي، يعني لاني بعمل الحاجة دي ليا for me not for another one. بس لما بعمل ذكرى طب ما ده لو حد يتفرج هنا ايه اللي حصل، طب كذا طب كذا، بقعد احط افكار وحاجات يعني. لا مع اني مين اللي بيتفرج يعني انا عايز اعرف يعني. انا رافع فيديوهات دلوقتي بقالها 3 اسابيع اسبوعين اهي زيرو مشاهدات، يعني ما فيش اصلا، ما فيش حد اصلا عارف ان انا بعمل فيديوهات الفترة الجديدة. ليه يعني؟ ودي من الحاجات اللي يعني بعد ما قلت حلم مش عايز احققه رجعت تاني اعمله. بس رجعت تاني اعمله بقناعات متغيرة عن الاول. كنت الاول عايز اعمل الشيء ده عشان انشر ترند، كله بيعمل فيديوهات، كله متجه للاونلاين، كله يتجه للشغل ومش عارف الاونلاين الكلام ده كله. فخلاص إيه تعالى نعمل الكلام ده يعني. لكن دلوقتي لا، دلوقتي انا بعملها عشان عايز اطلع اللي جوايا. فاحيانا بفضل ان انا اطلعه بورقة وقلم، يعني اجيب ورقة وقلم واقعد اكتب. واحيانا بطلعه في نوتة صغيرة زي دي. واحيانا بعمله كفيديو برغي، كأني برغي مع واحد صاحبي، كأني الكلام ده كله. بس ف يعني قناعات بتتغير مع الوقت. كل دي يعني بنعدل الإضاءة عشان بنعدل حركتنا كتير زي وده انعكس حاجة. فهو عكس ان انا واخد راحتي في الفيديو. بالنسبة للصور بالإضاءة ديت عشان أنا متعود وأنا بذاكر أصلا الإضاءة دي بتكون راكبة هنا وبتكون متثبتة على اللاب، فواخد على الموضوع الجو ده. لكن لما بكتب سكريبت وبقعد أعمل اللي هو إيه، يعني أنا بكتب سكريبت متخيل المشهد عامل إزاي، الإضاءة الكلام ده كله. لكن لما باجي أنفذه أحس إن هو إيه ده، أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعمل ليه كده؟ أنت مش عارف إيه ده في كذا، ده في كذا. اللي هو أنت مصطنع أكتر من اللازم. انت مش حابب، مش عارف تكون على طبيعتك، خايف في حاجة كده، عندك خوف بيقولك لا. ودي من المشاعر الطبيعية للإنسان إن هو يكون خايف من الموضوع، خايف من اللي هيحصل بعد كده. ودي من المشاعر اللي لما أتعلم معاها. هو أنا خايف وعارف إن أنا خايف، بس خلاص هو أنا خايف، خلاص خايف. بس هعمل الشيء ده ولا مش هعمله؟ هعمله، هجرب. فلو جربت وحصل خير خلاص الخوف ده والقلق ده بيروح. وبعد كده خلاص انا اهدى وهعمل الشيء ده تاني وهجرب تاني وبتاع.
ما طلعش زي ما انا كنت متوقعه وبتاع، خلاص بتراجع. ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها من كتاب الهشاشة النفسية. هو بس جرب، انت مش خسران حاجة، هتخسر ايه؟ يعني مش اللي هو جرب تجارب خطيرة والكلام ده، لا، جرب حاجات جديدة. بس ممكن تجرب تنزل حتة جديدة أول مرة تنزلها لوحدك. ممكن تجرب تروح تعمل حاجة مثلا متعود تعملها مع حد، بس انت زي تعملها لوحدك، زي انك مثلا تنزل تشتري هدوم او لبس. انت دايما متعود انك تنزل مثلا مع والدك، مع امك، مع والدتك، سوري، مع حد من اخواتك بتاع. لكن ما نجرب يا عم تنزل تشتري لوحدك. جرب تروح، مش شرط انت عرفت المكانين دول، لما بتنزل مع حد انت عرفت المكانين دول، ده عارف مكانين فانت بتروح معاه فيهم، وده ونجرب تنزل في حتة جديدة. ممكن تلاقي الحاجة اللي انت عايزها، ممكن تعرف توصل. يعني من الحاجات اللي انا جربتها كتير واللي انا نزلت كتير ولفيت كتير، هي في وانا في الكلية. فكنت بحتاج اوقات اقلام ومساطر، مثلثات او الكلام ده كله، فكنت بنزل فجالة. كنت كل مرة بدور، طب هنا، طب مش عارف ايه، هنا. وطبعا في الفجالة ممكن تسمع كذا سعر في الحاجة، فانت بتدور على احسن سعر انك ممكن تشتريه، يعني ايه تشتري بيه او بتاع. وطبعا في مكاتب كتير، يعني اشهرهم الوان اللي احنا بنشتري منها، وده مش سبونسرد خالص. بس في اماكن تانية بتكون ارخص منها اوقات، هي بتبقى ارخص اوقات. هي مكتبة حلوة وكل حاجة، وفي منها فروع كتير، ممكن تلاقي اللي انت عايزه. ف... فالحاجة دي علمتني اللي هو طب ما ماشي، طب ما انزل تشتري هدوم، طب ما نزلت مكان جديد. بس جربت، سألت هنا، عرفت هنا. جربت انزل اجيب اكل من مطاعم مختلفة، اجرب المطعم ده، طب انا جربت ده مرة، طب ليه جربته مرة وطلع حلو؟ خلاص لما اجرب التاني، طب ما يمكن التاني يطلع أحلى. طب ما اجرب التاني، يمكن انا ضاع نفسي حاجة، او مجرب التاني بس حدث تجربة طلع حلو، يا مرحب. او بقى حاجة بقى خيار، لو انا عوزت مثلا اعزم حد على حاجة، عوزت انزل اجيب حاجة ليا، اجيب حاجة لحد معايا، والله ده عندك كذا وكذا وكذا كويس في كاتيجوري كذا. بس اجرب الحاجات اللي السوشيال ميديا واللي هو الفود بلوجر على السوشيال ميديا بيعملوها وبيماركتوا لها، زي مطاعم. وفي بالمناسبة أماكن نزلتها اللي هو في إيه عادية خالص، ما فيهاش أي حاجة. الحاجة اللي بيعملها كرياتيفيتي، بس هي في كرياتيفيتي بس، تاكل اللي هو عادي، اللي هو كرياتيفيتي بس إن هو عملها لك شكل مختلف بس، لكن الطعم هو، بل بالعكس أماكن تانية أحسن. فجرب، يمكن تكون بتعرف. ودي الفكرة اللي مبني عليها الكتاب. يعني الكتاب بتاع الهشاشة النفسية للدكتور إسماعيل عرفة، بيقولك لو عايز تكسر الهشاشة النفسية وتكون عندك مرونة نفسية أو صلابة نفسية، هي إنك تجرب حاجات جديدة. وخصوصا إن الهشاشة النفسية زي ما الكاتب بيقول هي موجودة أكتر عند الجيل الزد أو جنريشن زد. يعني هو طلع مرفه، طلع لقى أهله بيقولوا بس ما تعملش أي حاجة غير إنك تذاكر، مالكش دعوة بفلوس، مالكش دعوة بكذا واللي طلع في جنريشن إكس زد هم أبناء الطبقة المتوسطة وأبناء الطبقة الغنية. لأن بيقول لك أبناء الطبقة الفقيرة هي مش فاضي، هو مش فاضي يمسك الموبايل يتنيه يسكرول على السوشيال ميديا طول النهار، ما عندوش الرفاهية إن هو يقعد مثلا فترة الأجازة ما يعملش أي حاجة. هو لأ، أبناء الطبقة الفقيرة هو بينزل يشتغل، بيروح هنا بيروح هنا، بيفرق، عايز الشغل عشان يجيب قرش، عشان يجيب أكل عيش، لقمة أكل العيش ليه ولأهله. لكن أبناء الطبقة الغنية والفقيرة هو عنده رفاهية إن هو يقعد ما يعملش أي حاجة، كده كده بابي ومامي بيصرفوا، واللي أنا منهم طبعا. فدي كانت مشكلة من المشاكل اللي أنا واجهتها، وخصوصا لما السنة اللي فاتت لما نزلت الكلية أو الجامعة أول مرة.
اول مره اخرج بره حدود القريه اللي انا منها او المحافظه اللي انا فيها. خلينا هو القريه او مجموعه القرى اللي حواليها، واكون صداقات جديده وبتاع، واروح هنا وبتاع، واسافر القاهره وانزل حتت اللي هو في حاجه كده، في بتاع، خايف، عندي توتر زياده، مش عارف ايه بقى، مواقف اللي هو تكسرني، بقى في حاجه اللي هو حد بس كلمني وكان بيكلمني وحش اللي هو يزعل، يعني اللي هو انا زعلان والاقي نفسي متضايق، ازاي يكلمني وحش ومش عارف ايه وايه. بسيط عادي، يمكن متضايق، يمكن مخنوق، يمكن عنده مشاكل، يمكن هو في حاجة حصلت، موقف معاه فضايقه فهو غصب عنه يكلمك وحش. يمكن هو ده طريقته في الكلام، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره، ما بيعرفش يتكلم بأسلوب أهدى، فبيتكلم بسرعة فأنت تحس إن هو متضايق بس فاهدى. وإيه يعني كلامك وحش؟ أنت مين يعني؟ ولا بتعمل إيه؟ ولا بيكلمك وحش يعني فيها إيه؟ وكان في موقف حصل معايا وأنا في الكلية دلوقتي. كان في حد بعت لي حاجة على الواتساب، طالب حاجة، فرديت عليه وبتاع، فغصب عني كان اليوم ده فيه ضغط كتير، كان ضغط ومذاكرة، وكان حصل معه كذا حاجة في البيت يعني وبتاع، وكان في حاجة كذا حاجة، فأنا متضايق، كان مشاهد مع حد وبتاع، وفي ناس كانت مكلماني وحش فاللي هو مش مكلماني وحش، مكلماني وحش إن هي أنا عايز كذا، طب حضرتك أنا مشغول دلوقتي مش هقدر أعمله، طب طب خلاص اعمله، اللي هو أنا شغال عندك، يلا خلاص اعمله. إيه يعني؟ يعني إيه؟ مثلا كان عندي شيت، انا مش هحل الشيت دلوقتي، انا ما ورايش سيكشن دلوقتي، وعندي تاسكات اهم، عندي مذاكرات اهم، فلا اللي هو انت هتسيب اللي وراك وهتشتغل لي، هتحلي لي الشيت عشان انا انقله. طب بتحله انت، اعمل لك ايه؟ فالموقف ده كان مضايقني وبتاع، فرديت على حد تاني وحش، فالحد التاني ده زعل وعمل لي بلوك. بس هو عمل لي بلوك وقعد يوم كده وبتاع، وبعد كده لقيته فك البلوك عادي ورجع يكلمني، وبعدها بيومين ثلاثة وانا بتكلم معاه لقيته بيعاتبني يعني على الموقف. طب طب سؤال، انا كلمتك وحش وما عجبكش، طب ليه ما عاتبتنيش ساعتها؟ ليه لقيتني بلوك يعني؟ ودي برضه من المشاكل اللي بيتكلم فيها الكتاب، بيقول لك ان بقى عندنا، بقينا نحب السوشيال ميديا اكتر، لان هي باختصار انا متحكم في شخص، انا بدأت زرار يو فريند فور مي، ناس زرار blocked you I blocked you، ناس زرار unfriend. خلاص يعني هو انا اللي بقيت متحكم فيك، انا بقيت متحكم في قربك وبعدك، اللي هي بقت العلاقة مش محتاجة اللي هو طب انت زعلت، طب تعالى اجيلك او انزل اشوفك، انت زعلت ليه وبتاع. بقت معظم العلاقات كلها فيك، يعني كله مبني على السوشيال ميديا، ان هو ممكن اصلا ما يعرفوش، مع ان هي قربت مسافات وعرفتنا الناس كتير حول العالم وعملت حاجات رهيبة وطفرات جامدة جدا، بس برضه خلقت مشاكل كتير جدا. ومن الحاجات اللي انا عملتها يعني، بس وانا بقالي 3 سنين دلوقتي من غير السوشيال ميديا، فحاسس براحة رهيبة يعني. هو اللهم الا يوتيوب، واي نعم بقضي عليه ساعات، يا الله يا الله على الساعات اللي بقعدها على اليوتيوب. في حاجات فيها بتكون بفايدة، في حاجات فيها بتكون غير فايدة يعني بس إن شاء الله معظم بفايدة، يعني في فيديوهات بتفرج عليها بفايدة، في حاجات وغالبا في فترة الكلية، أغلب طول فترة الدراسة وأغلب قعدتي عليه، يا مشغل فيديو ستودي ويز مي، يا إما جايب فيديوهات لحد بيشرح حاجة، يعني لا إما مش فاهم حاجة فبدور على فيديوهات حد بيشرح حاجة وغالبا بيكون عمه الهندي يعني. دي معاناة أي حد في هندسة، الهنود بصراحة جبارين في حتة الرياضة والهندسة بصراحة يعني. وطبعا أنا بشغل ترجمة إنجليزي، بقول له عيش يا معلم، يعني إيه، أنا هتفرج يعني، أعمل إيه، ما عنديش حل تاني. حتة حتة الجماعة دول في حتة تانية والله، فيها حل المسائل وبتاع، وتلاقي الدنيا لذيذة وشريفة معاهم، وتعرف تحل بعدها يعني، وبس. فهو ده السبب في الفترة الحالية، ومش ببرر إن أنا بقعد كتير برضه، ستيل بهنقع كتير بعد ما أخلص الحاجات اللي فيها، وستيل أنا بتسوح وأنا ممكن أصلا داخل بدور على حاجة معينة، على جزء من شابتر معين عايزه، مش فاهمه وعايز أفهمه، ألاقي نفسي بتفرج على
مش عارف ايه حصل في إيه يعني. انا مالي في حاجات انا فعلا انا مالي بيها يعني. هلاقي نفسي بتفرج على فيديوهات لناس تانية. طب يا عم انت ايه اللي جابك هنا؟ معلش انت ايه اللي وداك؟ ايه اللي نزل، ايه اللي وداك اتفرج على شورتس؟ يعني هو اللي انا عايزه ده اكيد مش على شورتس، اكيد معلومة عميقة هتتشرح بتفاصيلها، مش اكيد مش شورتس يعني. اكيد موجود لها فيديو لونج على اليوتيوب يعني. ايه اللي ودانا على شورتس؟ مش عارف يعني. مثلا من الحاجات اللي انا اتعلمتها من محمود اسماعيل، تجربته للسوشيال ميديا، هو ان انا في اكستنشن كده بتحطه بيخليك الفيديو بس اللي يظهر، والحاجات اللي الفيديوهات اللي بتبقى في الجنب كده والتعليقات والكلام ده كله بس بيشيله. يعني هو الفيديو بس، انت هتخش تتفرج على، هتبحث عن حاجه، تخش على اليوتيوب تجيب الحاجه اللي انت عايزها والفيديو. فده قلل شويه من حته الشورتس بتاع. لكن لما بخش على الصفحه الرئيسيه بتسحل في حاجات كتيره قوي يعني. بص اللاعب ده عمل شتم اللاعب ده، وبص الممثل الفلاني عمل ايه، وشاهد قبل الحذف وقعد سكرول بقى يا معلم فيديوهات بالموت يعني. فبس وانا حسيت ان انا بعدت قوي عن الفيديو اللي انا كنت عايز اصلا اتكلم فيه، عن الموضوع اللي انا كنت عايز اتكلم فيه، وهو فكرة ان مش كل مهارة انت بتتعلمها لازم تكسب من وراها فلوس، مش كل حاجة انت بتعملها لازم تلعب من وراها فلوس. بس في حاجات انا بعملها عشان استمتع فيها، بس عشان انا بستمتع بيها، عشان انا بحب اعملها، مش منتظر منها مصدر دخل. ولو جابت مصدر دخل فيا هلا يعني، مش هنقول لا، بس هتجيب مصدر دخل بس يا ريت يعني. بس لو هتجيب مصدر دخل فيشترط ان انا مكنش موجود فيه، لاني مش حابب في حاجات اعملها وتكون ليها بشكل ما مصدر دخل، وخصوصا لو انا بحبها وعايز اعملها بس عشان انا عايز اعملها، يعني مش عايز اعملها عشان حاجة مفروضة عليا عشان اجيب فيها فلوس بس. خصوصا ان انا خدت قرار، وخصوصا لو كان الحاجه دي لها علاقه بالاعلام والكلام ده. يعني لو في مجالات تانية ف اتس اوكي فور مي، ما فيش مشكله. خصوصا في مجالات الاعلام والكلام ده، لاني واخد قرار ان انا بعد كامل عن المجال يعني. وان كانت الفيديوهات اللي دي بتترفع فانا قلت قبل كده وهقولها تاني، ان هي بتتعمل عشان هو ستورج بس، عشان اتني مخزنها للاجيال اللي بعد مني، او اتني مخزنها لاولادي يعني. بقول اخزنها ليا، ابقى ارجع اشوف انا كنت بفكر ازاي في الفتره دي، وهل تفكيري اتغير ولا لا، وهل اتغير الاحسن ولا الاسوء يعني، ايه كده يعني. وبس مش اكتر يعني. لكن كمجال الاعلام لا، وخصوصا ان انا خدت قرار انه خلاص انا خدت كارير هندسه وحبيت ودخلت هندسه. مش شرط حبيته ولا لا يعني، لاني حاجه اتعلمتها ان هي بس مش شرط احب المجال، هو شرط ان انا اعمل اللي عليا، او ربنا يوفقني واحاول اعمل اللي عليا بس ربنا يكرمنا يعني. هو بس انت كده كده انت واثق. كان كلمة بيقولها لنا دكتور كده ربنا يمسيه بالخير، لك زي ما انا بخش المحاضرة تنيني من اول دقيقة في المحاضرة لاخر دقيقة في المحاضرة واشرح لك، وبحاول اشرح على قد ما اقدر وبحاول اعمل اللي عليا، انت برضه حاول تعمل اللي عليك وحاول تذاكر وتجتهد. فبس فهو محدش بيعمل اللي عليه بشكل كامل 100%، سواء في العبادات، سواء في المعاملات، سواء في الطاعات، سواء في المذاكرة، سواء في العمل الشغل. واحنا كده كده عارفين ان مفيش حاجة بتكمل 100%، ومفيش حاجة اسمها بيرفكت. لازم ان تطلع كل حاجة بيرفكت بنسبة 100%. وبس. ولو حاجة طلعت بيرفكت بنسبة 100% فاعرف ان هذا هو من فضل ربنا بس. يعني هي نتيجة إن هي تطلع 100% دي مش بتاعتك، هي نتيجة إن هي تطلع 100% دي بتاعت ربنا. النتيجة بتاعتك إن أنت سعيد، الحاجة اللي عليك إن أنت سعيد. كان في مبدأ كده سمعته وبحبه أوي، هو لك خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على رب الأسباب وكأنها لا شيء. يعني اعمل كل اللي تقدر عليه تعمله. مثلا قابلت لك مشكلة في المذاكرة، في الشغل، في كله،
بس في الآخر توكل على ربنا، وكأن اللي انت ما عملتوش، وكأن كل اللي انت عملته ده ملوش أي لازمة، ملوش أي تأثير. هو بس انت عملت، انت بقى مش بس انت عملته عشان تعقلها وتاكل، لا انت ما عملتوش اصلا. يعني اعتبر انك ما عملتوش وتوكل على ربنا بس. وده تقريبا كان كل اللي في دماغي الفيديو ده او دلوقتي. انا مش عارف، يعني الواحد عنده باور يعمل حاجات كتير، مش عارف اعمل ايه ولا ايه ولا، يعني لدرجة ان انا ببقى مشلول بتني قاعد بس مش اي حاجة. فاشوفكم الفيديو الجاي. كن بخير، سلام.